أولا قبل لا ننسى، نبغى نوجه التحية لمخرج المباراة المبدع اللي قاعد يفاجئنا مباراة من مباراة إلى أخرى. اليوم يمكن الشوط الأول كان الرتم عنده ضعيف شوي، لكن الشوط الثاني تميز جدا، ما ترك أي بنت كاشفة أو لابسة ماسك أو مكياجها حلو إلا جابها. يعني من بين 25,000 كيف تحصيهم ما أدري، يعني كان مجهود المفروض يذكر ولا يشكر. أتمنى إعطاء الفرصة لمخرج سعودي يعرف قيمنا ويعرف عاداتنا ويعرف أنه وجيهنا لها حقوق، خاصة لما تكون أسرة زوجها بجنبها ولا أبوها بجنبها. هذا احتمال ما يطلع من البيت يا أخي، مو أي واحدة كاشفة يعني يصورني. هذا لو كان في الدوري الإنجليزي ولا في دوري برازيلي أتوقع ما شفنا اللي يلعبون في أرض الملعب. المهم ندخل في صلب الموضوع، الله يكتب الأجر إن شاء الله لنا وله. خيسوس أتوقع بقراءتي أنا أنه أفقد الهلال شخصيته اللي كان يبنيها على مدار سنين. الاستحواذ وخروج الكرة بالباصات القصيرة من الخلف، كان جدا مميز الهلال بهالشيء هذا مهما ضغطت عليه. الآن بدون ضغط، كرات طويلة. ربما المباراة هذه تميز أو تحسن نوعا ما، ولكن كان الخروج في أطراف الملعب. دائما اللعب على أطراف الملعب، وممكن أنه يجري شوي سعود، لأنه الشوط الأول كان كله سعود. يعني الشهراني طلع بكرة واحدة ولا بالشوط الأول، كلها كان على الجهة اليمنى ما بين سعود وما بين ميشيل. على الأقل كون لك مثلث في الجهة اليمنى، إذا بتطلع آمن في أطراف الملعب كون لك مثلث وخلي يصير في جملة مقروءة تستحوذ إلى ما تلقى الفرصة، مو على طول جري جري استنزف سعود وميشيل الشوط الأول. والشوط الثاني بالعكس تماما، الشهراني وسالم، سعود طلع مرة أو مرتين. الشيء الثاني، لما شفنا كأنه مع نفيز وسفج في منتصف الملعب، صح أنه أمن دفاعيا وسوى زيادة عددية في منتصف الملعب، ولكن في بناء الهجمة إذا ما في ثقة مرة ثانية، إذا ما في ثقة فيك أنه يا أخي نفيز ينزل يبي يعرف يطلب الكرة في المساحة ويبي يعرف يتصرف. يعني هو قارئ للملعب ورجله نظيفة جدا، يطلع من تحت الضغط حاط كأنه ثابت ارتكاز، مقدم نفيز للأمام والكرة دائما على الأطراف. خلي نفيز يطلع بالكرة وبعدها رجع كأنه يكون محور ارتكاز في حالة الدفاع. خلي نفيز ياخذ حريته في الأمام، يساند مع الهجمة. النقطة الثالثة اللي شفتها كانت إيجابية لكني ما فهمتها، يعني ما استدامت ولا يعني جت في لقطتين فقط. غوارديولا لما يستحوذ يعني هو أفضل من طبق أسلوب الاستحواذ الضغط العالي بالحركة اللي سواها، أنه ضم الأظهرة وخلاها تضم، يعني أخذ الأظهرة وخلاها تضم في منتصف الملعب، صار في زيادة عددية. ولما ترتد عليه الكرة في لعيبة سريعة في منتصف الملعب تجري مع السرعات في المرتدة. سعود ضم لمنتصف الملعب بلقطتين، ولكن انه ما كانت منظمه. فرغ المنتصف، اخذ كنه حطه قلب دفاع ثالث، هذا اللي انا فهمته يعني. وسعود يتجرب بزياده، يعني وصل الى منطقه ال18. المفروض يكون له مربع محدد، كونه يعني يطلع بالامام للكوره، لو تبي ترتد او تنقطع وتيجي في ظهره تبي تسبب مشاكل. انضمامه كان ايجابي، ولكن الطريقه والتعامل معها ما كان ذيك الايجابيه. دخل الدفاع مثل ما هو، والسعود يكون قريب. ميشيل وسالم هم اللي يفتحون عرض الملعب، الأظهرة تنضم شوي للعمق. هذا اللي بيخليك تعرف تستحوذ بشكل أفضل، وغير أنه تأمن نفسك في الدفاع، لأنه أصحاب السرعات موجودين في منتصف الملعب ما يروحون لآخر نقطة في الملعب. النقطة الأخيرة، كونك تدافع في منطقتك هذا حق مشروع، خاصة لما تتقدم في آخر المباراة، ولكن ما تكون جدا قريب للحارس وتتكتل في الخلف. المفروض أنك تتقدم شوي، تدفع الفريق اللي أمامك. يعني آخر 10 دقائق الوداد أخذ الثقة بالاستحواذ وحاصر الهلال في منطقته. المفروض أنه شوية تدفعهم للأمام وتقطع خطوط التمرير، هذه واجبات للمهاجمين والأجنحة وواحد من لعيبة الوسط، عشان على الأقل تأخذ الكرة الثانية. مو كل ما انقطعت ولا جاء أوفر ترجع لهم الكرة ويبتلون على نفس الطريقة. شكل خطورة غير طبيعية على مرمى الهلال. أخيرا بشكل عام عن البطولة، كأس العالم اللي يلعب كل 4 سنوات وهي بطولة قارية وكل لاعب يتمنى أنه يمثل المنتخب فيها، يعني يدخل بحماس غير طبيعي. ما شفنا الخشونة والضرب اللي شفناها في بطولة عربية المفروض أن تجمعنا ما تفرقنا. يعني تمنيت أنه بقينا على الصورة الأولى لما شجعونا قدام الأرجنتين ولما شجعنا إحنا المغرب. الآن من يوم يدخلوا تحس أنهم كارهين بعض، يعني من بداية المباراة في مشاحنات وفي مشاجرات. يعني مو معناه إذا اللاعب إذا قل مستواه لازم تعوضه بالركبة والبوكس المفروض أنه يعني على الأقل عارفين ومقدرين أنه أغلب الأضواء صايرة مسلطة على البطولة بحكم أنه فيها نجوم عالميين.
المفروض نكون بأفضل من هالصورة هذه. تحياتي للجميع، ما نستغني عن دعمكم. أضيفوا القناة، الجاي أفضل، وأنا عندي الأفضل إن شاء الله في الأمام إذا دعمتونا باللايك وأي زرار تشوفونه بالشاشة. شكرا جزيلا.